متشكرين يا حاج، ما عندناش زباله النهارده. لا يا بنت انت فهمتني غلط، انا مش بتاع الزباله. امال حضرتك مين؟ انا والد محمود. محمود موجود؟ والد محمود؟ ايوه محمود يا بنتي، خطيبك. ايوه يا عمو. حضرتك يعني عايزه في حاجه؟ قولوا له بس كلم ابوك بس. طب اتفضل يا عمو، اتفضل خش. لا معلش يا بنت، عشان بس ما بهدلكوش الدنيا، معلش انتوا لا ولا اي حاجه يا عمو، والله اتفضل. لا يا بنتي متشكر جدا، بس خش قولوا له بس كلم ابوك ضروري. معلش يا بنتي. ماشي يا عمو. محمود الحق والدك بره على الباب. والدي؟ انا ابويا مش هنا اصلا، ابويا مسافر. لا هو، وبعدين ده باين عليه عمو طيب وغلبان، عشان فضلت اتحايل عليه قد كده اللي هو يخش، قال لي لا عشان ما بهدلش الفرش. انت متاكده ابويا انا؟ ايوه روح شوف بس عشان ما يفضلش واقف على الباب كده. قوم. لا تبقى نصيبه ديت. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت كده عرتني، ايه اللي انت جايبه ده وايه اللي انت ماشي بيه دوت؟ ايه يا عصفور ده؟ انا جايب لك يا ابني 40 كيلو كنزات اهو، بيهم ب 30 40 الف جنيه تجيب الشبكه بتاعتك. ده انا جاي افرحك يا ابني. يا عم شبكه؟ انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ يا عم حرام عليك، ابعد عني بقى، سيبني في حالي. يا ابني ابعد عنك كده، انا جايب انضف حاجه والله عندي في البيت. يا عم انضف حاجه ايه؟ خد حاجتك دي بقى وامشي بقى، حرام عليك بقى، عرتني بقى قدام الناس بقى، كنزات ايه وزفت ايه؟ روح يا عم، روح يا عم، ابعد عني، الله يبارك لك. الله يسامحك. بس انت خضتيني. ابويا ايه؟ مش ابويا ولا حاجه. انا ابويا ايه اللي انا قلت جه من الكويت علينا على طول من غير ما يعرفني؟ امال مين ده وازاي بيقول اللي هو والدك يعني؟ يا ست ده راجل طيب كده، هو بيعتبرني زي ابنه كده، احنا بنعطف عليه يعني، راجل غلبان. طب وعرف البيت منين؟ ايه؟ هو بيبقى ماشي ورايا دايما كده، تلاقيه شافني وانا طالع فطلع يطمن عليا بس انا مشيته يعني، ما تقلقيش. ماشي حصل خير. بقى دي اخرتها تستعر من ابوك، وانا اللي كنت فرحان وجايب لك الحاجه على اساس بسمي ده ساعد معاك في اي حاجه. في يا حاج؟ في حاج واحد الله فعلك في ايه؟ مفيش حاجه يا ابني، مفيش حاجه. مالك بتعيط ليه؟ مفيش يا ابني، كنت جاي لابني وطردني. ابنك جاي لابنك فين يا حاج؟ في الشقه دي يا ابني، ابني محمود خاطب بنتي جوه هنا. هو انت ابو محمود؟ ايوه يا ابني والله، وكنت جاي افرحه. وانت جاي تفرحه من الكويت؟ كويت ايه بس يا ابني، انا راجل غلبان على قد حالي، بلم كنزات وكده. امال هو قال لنا ان ابوه في الكويت يا حاج. ما حصلش يا ابني الكلام ده، بيكذب عليكم. بيكدب علينا؟ ايوه يا ابني. انت متاكد من الكلام ده يا حاج؟ يا ابني امال هضحك عليك يا ابني؟ هتواجهني بيه كده وانا خسالوعني لو كذب وقال كلام غير ده. طب قوم يا حاج اتفضل معايا جوه. طيب لا يا ابني ربنا يبارك لك، انا هقوم اتوكل على الله. لا يا حاج والله ما ينفعش، لازم تخش. انت مش بتقول انك والده؟ مش هينفع يا ابني بعد اللي عمله ده، ممكن يضربني ولا حاجه. لا ولا يضربك يمد ايه يا إيده حاج؟ عليا. ده ما عندوش دين كده خالص. اتفضل يا حاج خش. يا ابني بلاش احراج، الله يبارك لا لك. خش بس، اتفضل بيتك ومطرحك، خش. يا ابني هبهدل لكم الدنيا كده، الله يبارك لا لك. والله ولا اي حاجه، بس انا هستاذنك بس 5 دقايق بس، هخش افهم منه الموضوع، هتقعد هنا بس يا ابني معلش. هبهدل لكم الفرش لا والله كده. ولا اي حاجه، اقعد ده مكانك يعني، يا خد ابني راحتك. عشان ما يحرجكش، الله يبارك لك. والله ولا اي حاجه يا حاج، اقعد ده مكان. ماشي يا ابني، ربنا يبارك لك يا ابني. على فكره يا محمود، انا اخويا بدا يتضايق من الموضوع ده، يعني ما تزعلش مني، انت بقالك سنه داخل طالع ومفيش اي حاجه رابطه بينا كلام غير قرايه فاتحه بس، وكمان ولا حاولت ان انت تشتغل ولا تجيب شقه ولا حاولت انك تشوف شقه، حتى الدهب انت لسه ما جبتوش. هو انا الفلوس اللي معانا دي مش محتاج ان انا اشتغل. هشتغل ليه يعني؟ انا معايا فلوس يعني تكفينا 10 سنين كمان. بس انا كل القصه عندي ان ابويا ينزل، بس ابويا في الامارات لسه ما نزلش، انا مكلمه قال لي الاسبوع الجاي نازل. هو في الامارات ولا الكويت؟ السلام عليكم. قلت لك على حل. ساعة الله كده. ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ ازيك يا ليلى؟ خليك الحمد تمام. لله. يا ليلى وصلت مع حل محمود ده؟ حددتوا الخطوبه امتى ولا ايه الدنيا؟ لسه بتكلم معاه والله. هي كلمتني، بس انا لسه مكلم الحاج من اسبوع كده وهو نازل. وانت كنت قايل لي الحاج فين يا محمود؟ في الامارات. ده الحاج بقاله 2 سنين في الامارات، مش راضي ينزل. هو عشان بس مشاغله بس، والدنيا هناك الدنيا يعني هو قال لك هو نازل امتى؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي بامر الله. خلاص ماشي، بس انتوا المهم تلاقوا حل مع بعض بس. لا، لا. ثانيه واحده وجايه لك. لا اتفضل. يا حاج انت لسه واقف من ساعتها؟ معلش يا ابني عشان هدومي بس ما تبهدلش الفرش عندكم. انت برضك مصمم؟ طب معلش. تعالى. طب يا حاج اتفضل. انت بس بالشكاره دي هنا. لا انا عاوزك زي ما انت، زي ما انت بالشكاره بتاعتك كده. تعالى. ماشي يا ابني. ان شاء الله مش عايزك تلاقي، كل حاجه هتتم على خير، واللي انت عايزه كله هيتعمل ان شاء الله. تعالى يا حاج اتفضل يا حاج. تعالى يا حاج اتفضل. انت يا عم انت ورايا. بس انت هتزعله، ده جاي في بيتنا في ايه؟ يا عم هو مين دوت يا عم؟ انا ابوك اللي بتستعر منه. يا عم ابويا روح يا عم. لا بس لا عيب، ده في بيتنا، انت تشيلنا حق ولا ايه؟ اقعد بس كده. يا عم وين؟ عرفني باللي انت عامله دوت بقى يا عم بقى، حرام عليك. هو اللي عرك؟ ده انت اللي عريته والله، انك تستعر منه، انت اللي عريته كده. هو ما يتشرفش ان انت تكون ابنه اصلا. الحق عليا اللي عمال ادور على كعوب رجليا من الفجر بتاع ربنا عشان خاطر الم لك الكنزات، عشان خاطر اجمع لك فلوس شبكتك اللي البنت المسكينه الغلبانه بقالك سنه رابطها جنب منك، ما عملتش حاجه في حياتك، ما وراكش الا النوم في البيت. تقدر تقول لي اشتغلت عملت ايه في السنه اللي انت خاطب بالك فيها دي؟ يا عم سيبني في حالي، انا اعمل كل حاجه من دراعي، انت كل حاجه ورايا اسيبك واعمل في حالك وتبهدل بنت الناس معاك؟ بس
بس انتوا ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ وايه اللي انا سامعاه ده؟ انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ ازاي اصلا تستعار من باباك؟ انت مش شايفه عامل ازاي؟ هو ايه اللي عامل ازاي يعني؟ ما هو بيعمل ده كله عشان يشتغل وعشانك انت، ده بيحوش لك عشان يجيب لك الذهب. انا يا ابني همشي عشان الظاهر وجودي كده يعمل لكم لا ولا مشاكل. وجودك ايه ده، وجودك باين لنا كل حاجه. روحي بعد اذنك يا ليلى افتحي الباب. اقعدي يا تمشي ايه؟ حاج. انت مش خربت هينفع. الدنيا، بس جاي لا، تمشي انت- ايه بعد اللي انت عملته بص ده؟ والله لو حد يمشي هو المفروض انت اللي تمشي على فكره. مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايوه امرني. انا اخو بس من غير ما تكمل، انت اخو محمود، اتفضل خش له اتفضل. شكرا. الراجل ده فوق دماغي، لكن انت الراجل ده ما شرفوش انك تكون ابنه. انت ايه اللي جابك انت كمان؟ يا انت عم مالك وماله هو؟ ما تخليك مع الراجل. مع الراجل؟ يا عم انت مالك، هو جاي في بيتك؟ ولو حد يمشي دلوقتي فانت اللي المفروض تمشي، انت انت اللي ايه كان زي اللي جابك هنا؟ انا جالي يا ابوي. اصبر بقى يا عم، انت كلامك معايا بقى، انت في ايه؟ ولو حد يمشي دلوقتي فانت اللي تمشي الصراحه يعني، عشان انت بقالك سنتين بتكذب علينا، بتستعر منهم ليه يا عم؟ ما تقول لنا يا عم انا ظروفي 1 2 3، يعني ايه بلبايه؟ لا فعلا اخويا عنده حق، يلا اتفضل اطلع توكل بره. على الله ومالكش دعوه بالناس دي بقى، الناس دي شبشبها فوق دماغي. توكل يلا، على الله. يلا لا يا مالكش بابا. دعوه بيهم، ما توكل انت على الله، مالكش دعوه بالناس دي، الناس دي قاعده معايا. يا عم انا ده ابويا، انا هروح. يا عم روح بقى، الله يصلح حالك بقى، خلاص بقى ابوك انت جد افتكر ان ابوك دلوقتي، روح. ربنا يبارك لك يا ابني. انت عارف لو رحت ما كان هيعمل فيها ايه؟ ممكن كان يضربني ويمد ايده عليا انا واخوه الصغير اللي شقيانين وتعبانين عشان خاطر نحقق له اللي هو نفسه فيه. هو مش مقدر النعمه دي يا حاج، حقك عليها، اتفضل يا حاج اشرب. ربنا يهديه، ربنا يهديه. اشرب يا حاج.